على صفيح ساخن تعيش تركيا هذه الأيام قبل دخول صيف ساخن هو الآخر سياسيا، فموجة الاحتجاجات لم تفارق المشهد التركي من إسطنبول ومانيسا غربا إلى مناطق ديار بكر الكردية في جنوب شرق البلاد، وطبعا مرورا بالعاصمة التركية أنقرة. الوضع في المناطق الكردية يعود إلى التوتر مجددا، فهناك في منطقة ليجا التي تبني فيها السلطات منشآت عسكرية تثور ثائرة المحتجين انتقادا لتلك الخطوة المستفزة لسكان المنطقة، وتضطر قوات الجيش التركي إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. المسألة بالنسبة للأكراد تحمل في طياتها تهديدا لعملية السلام التي بدأت أواخر العام 2012، فإقامة ثكنات جديدة في المنطقة لا تنسجم مع اتفاق السلطات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، وتشديد القبضة الأمنية لا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما. عقدة أخرى تضاف إلى احتقان الشارع الكردي جنوب شرق البلاد، فحاكم ديار بكر كبرى مدن المنطقة ذات الغالبية الكردية يطلب من السلطات التركية نشر المزيد من القوات العسكرية بذريعة مواجهة ازدياد أنشطة شريك السلام المنشود حزب العمال الكردستاني. تطورات تثقل كاهل السلطات التركية أكثر من الفترات الماضية، بيد أن حكومة رجب طيب أردوغان قد رمت بكل ثقلها الأمني في اتجاه قمع أي احتجاج في أي مدينة، وذاك ما حصل فعلا بشتى الوسائل الممكنة لمنع تجمع الناشطين المعارضين وتفريق المتظاهرين بالرغم من سلمية الحراك، يقول الناشطون. وبالموازاة مع تشديد القبضة الأمنية تشديد لقبضة أردوغان على السلطة في تركيا بالرغم من انتقادات داخلية وأخرى دولية لردود فعل الرجل على الحراك الشعبي واتهام حكومته بالفساد والاستبداد. ويبدو أن رئيس الوزراء المهيمن على المشهد السياسي سيصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات أكبر من تلك التي بين يدي الرئيس الحالي عبد الله جول، وتشير التوقعات إلى فوز محتمل لأردوغان في الجولة الأولى لانتخابات مباشرة، على خلاف ما كان سائدا بانتخاب رئيس للبلاد داخل البرلمان التركي، بينما تتجه الأنظار إلى خليفته في رئاسة الوزراء، حيث يبرز وزير الخارجية الحالي أحمد داوود أوغلو، في الوقت الذي يميل فيه عبد الله جول إلى نوع من الزهد السياسي حفاظا على بريق ديمقراطية الحزب المهيمن في تركيا.